دون كشف حقيقة هذه الجريمة في تاريخ الجزائر المستقلة. كريم بلقاسم عرف بنضاله وبرفضه القاطع للاستعمار الفرنسي وقاد مفاوضات إيفيان، لكنه بعد إعلان الاستقلال دخل في خلافات حادة مع النظام السياسي القائم آنذاك، والذي أصدر حكما بالإعدام في حقه. حلت الذكرى 47 على اغتيال رئيس الوفد الجزائري في مفاوضات الاستقلال. حلت الذكرى وغابت حقيقة الجريمة. الحديث هنا يتعلق بأبرز قادة ثورة التحرير العقيد المجاهد كريم بلقاسم. بالحديث عن قائد الولاية الثالثة التاريخية ارتبط اسمه بثورة التحرير منذ أربعينيات القرن الماضي بتأسيس النواة الأولى للمقاومة المسلحة ضد فرنسا. نضال كريم سرعان ما انتقل إلى العاصمة، وبتنسيق مع قادة ولاية أخرى توسعت عملية هيكلة الثورة. أيغار تبدا الثورة من 1964 إلا الشعب الناضي عاش في ذل محطوط، إلا الشعب الناضي لبس البطل، إلا الشعب الناضي ينجح، إلا الشعب الناضي يلوم. اتسم الرجل خلال الثورة بالمسؤولية الكبيرة والحساسة داخل هياكلها، فقد كان نائبا لرئيس الحكومة المؤقتة، وزيرا للقوات المسلحة والخارجية، كما عرف بحنكة سياسية زادها ثراء رصيده العسكري في صفوف جيش التحرير. تنقضي مرحلة العمل المسلح ليجد كريم نفسه على رأس وفد مفاوضات إيفيان بجولتيها انتهت بإعلان استقلال البلاد وتوقيعه لوثيقة النصر. فرحة الاستقلال لم تدم طويلا لتبرز الخلافات بين رفقاء الأمس، ويضطر الراحل إلى معارضة النظام القائم وأطراف اتهمها باختطاف حرية الشعب وعزل القادة الفعليين المدافعين عن طبيعة الديمقراطية للدولة الوليدة. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples. خلاف كريم مع بن بلة بداية ثم خليفته بومدين دفعه لمغادرة الجزائر بعد تضييق كبير عايشه لدرجة جعلته يعبر في مقولته الشهيرة: ال7 سنوات التي تلت الثورة أكثر قسوة من الواقع إبان ثورة. صدام لم يتسع له صدر النظام الحاكم وقتها ليسارع بإصدار حكم بالإعدام في حقه وإحالة ملفه على محكمة عسكرية عام 67 وهو في المنفى. كريم لم يحاكم ليدافع عن نفسه، فمن أراد حياته بإعاز سافر إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وبغرفة فندق كونتيننتال انتهت قصة رجل ترك بصمته في تاريخ بلد زال يعاني آثار تلك الحقبة السوداء من الذاكرة الوطنية. رحم الله شهداء الوطن.